قال عليه الصلاة والسلام: لأنا أعلم بما مع الدجال منه. يعني أنا أعرف اللي مع الدجال أكثر من معرفة الدجال نفسه صلى الله عليه وسلم. لأنا أعلم بما مع الدجال منه. خلي بالك عشان ما تبقاش تفرد صدرك في الفتن، لا، تهرب من الفتن وتعرف سبيل النجاة في الفتن. بيقول إيه؟ بيقول: معه نهران يجريان. الله أكبر، دي فتنة عظيمة. معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. فإن أدركه أحد، خلي بالك من هذا البيان النبوي، فإن أدركه أحد فليأت النهر الذي يراه نارا، وليغمض عينيه وليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. ده هدي النبي، تعليم النبي لنا عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق. شايف الفتن؟ فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. بس من اللي يقدر على كده؟ المؤمن. مستحيل واحد يبقى شايف نار عمالة تتأكد ويروح يرمي نفسه في النار مصدقا لكلام النبي المختار على أن هذه النار ماء عذب ونهر طيب، إلا إذا كان قلبه قد امتلأ إيمانا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية في صحيح مسلم أيضا حديث النواس بن سمعان، وجميل قوي أن يكون جل كلامنا أو كل كلامنا قال ربنا قال نبينا. هذه بضاعتنا الذي نسعد بها ونفخر بها، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بها. قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية النواس بن سمعان: الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن المدة التي سيمكثها الدجال في الأرض، هيقعد قد إيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 40 يوما. بس خلي بالك، 40 يوما، يوم كسنة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم هذه. يبقى 40 يوم فيهم يوم بسنة، ويوم بشهر، ويوم بأسبوع، وال37 يوم الباقيين كسائر أيامنا. طيب، شايف الصحابة أخي رضي الله عنهم جميعا، سؤال قد لا يخطر لنا نحن على بال. قالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ شايف قلوبهم معلقة بإيه؟ بالصلاة، بالعبادة. ده خلاص، ده فتن والدجال وعلامات الساعة الكبرى. ده الدجال ده علامة من العلامات الكبرى، مش علامة صغرى. ومع ذلك مشغولون بالعبادة، مشغولون بالطاعة. يا رسول الله، اليوم الذي كسنه، ذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا. يعني مش هنصلي في اليوم ده 5 صلوات بس؟ لا. قال: لا. الله، ده موضوع كبير. قال: لا. ما نعمل ايه يا رسول الله؟ قال: اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. القاضي عياض رحمه الله بيعلق تعليقا بديعا أعجبني جدا على هذه اللفظة النبوية: اقدروا له قدره. قال رحمه الله: هذا
حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. يبقى ده تشريع مخصوص بهذا اليوم. اقدروا له قدره، يعني الوقت ده صلاة الفجر. طيب بعد كذا ساعة بنصلي الظهر، وبعد كذا ساعة نصلي العصر، وهكذا قدر معروف لنا نصلي المغرب، ثم قدر معروف لنا نصلي العشاء، ثم قدر معروف لنا نصلي الفجر، ثم قدر، وهكذا. اقدروا له قدره، لكن حافظوا على كل الصلوات في أوقاتها بحسب تقديركم لأوقاتها، لكن لا تصلوا 5 صلوات في هذا اليوم بطوله فقط، لأن اليوم سنة. اقدروا له قدره. فالصحابة قالوا وما إسراعه في الأرض، هيلف الأرض كلها في 40 يوم ما عدا مكة والمدينة، تبقى سرعته دي قد إيه؟ ما إسراعه في الأرض يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم كالغيث إذا استدبرته الريح. كالغيث، المطر، إذا استدبرته الريح يعني إذا حركته الريح. فانظر كيف يغطي القطر الأرض أو في المكان الذي قدره ربنا تبارك وتعالى إذا استدبرته الريح ودفعته دفعا إلى حيث شاء ربي. كالغيث إذا استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويستجيبون له. فلما يستجيبون له ويؤمنون به يقول لهم أنا ربكم، يقول لهم أنا ربكم، فيؤمنون به ويستجيبون له. حينئذ قال عليه الصلاة والسلام فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فورا. الأرض أنبت الآن تنبت، ويأمر السماء أمطري تمطر، فتنة. فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ثم يأتي القوم فيدعوهم يقول لهم أنا ربكم، فيردون عليه قوله، يقولوا لا، هؤلاء هم أهل الإيمان الصادقون الكمل الخلص، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. فيأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم، يسيبهم يمشي، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. فتنة تانية، فتنة خطيرة. أهل الإيمان بهذه يزدادون إيمانا وتصديقا أن هذا هو الدجال، وأهل الريب والشك يؤمنون بالدجال ويكفرون بالله الكبير المتعال. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة، مكان خراب، فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، أي كجماعات النحل تصار يمشي في أرضه، لا طلعي الكنوز اللي في الأرض تطلع ذهب أو فضة أو فوسفات أو منجنيز، فتن، ربنا يسلم يا رب. فتتبعه الكنوز كيعاسيب النحل أي كجماعات النحل. ثم يدعو رجلا، دجال يدعو رجلا في الأمة ممتلئا شبابا، يضربه الدجال بالسيف فيقطعه جزلتين، يشق نصفين، يجيب السيف ويشق نصين من فوق لتحت، فيقطعه جزلتين. ثم يدعوه يقول له قوم، فيقوم بعد ما يشق نصين، فيقبل هذا الشاب وهو يضحك، فيقبل هذا الشاب وهو يضحك. قال صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك، لأن الشاب ده حينئذ يعلم يقينا أن هذا هو الدجال. قال صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح عيسى ابن مريم. حديث أبي سعيد الخدري بقى، دي رواية النواس، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، والمسالح هم أتباع المسيح الدجال من اليهود، يهود أصبهان، أتباع الدجال اليهود، وأعداء الدجال المؤمنون من أمة سيد الرجال، اللهم اجعلنا منهم. قال يخرج الدجال فيتوجه قباله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، وهم أتباع المسيح الدجال ممن يحملون السلاح،
فتلقاه مسالح الدجال فيقولون له لهذا المؤمن، هذا الرجل المؤمن، يقول له انت رايح فين؟ يقولوا له انت رايح فين؟ أين تعمد؟ رايح على فين؟ فيقول المؤمن هذا أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له أي المسالح أو ما تؤمن بربنا أي بالدجال؟ فيقول المؤمن ما بربنا خفاء، ما بربنا جل جلاله خفاء. فيقولون اقتلوه. وهذا منطق الدجاجلة في كل زمان ومكان. اقتلوه، اقتلوا أهل الحق ممن يبينون الحق ويبينون ضلال الباطل وبطلان الباطل، اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ أليس قد نهاكم ربكم يعني الدجال أن تقتلوا أحدا دونه، يعني ما تقتلوش حد لما هو يقول. قال صلى الله عليه وسلم فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال المؤمن يا أيها الناس يا أيها الناس هذا هو الدجال الذي ذكر لنا رسول الله، هو ده، هذا هو الدجال الذي ذكره لنا رسول الله. فيقول الدجال خذوه خذوه وشجوه، اقطعوه نصين، خذوه وشجوه. ثم يقول له الدجال بعد ما يقطعوا نصين كده ويعني يقوم مرة أخرى يقول له أو ما تؤمن بي، يعني الآن هل تعتقد أنني ربك؟ هل تؤمن أنني ربك لأنني أمدتك وأحييتك؟ أو ما تؤمن بي؟ فيقول المؤمن أنت المسيح الكذاب، أنت المسيح الكذاب. فيأمر الدجال فيؤشر، يعني ينشر بالهمز، يؤشر يعني ينشر، فيؤشر بالمنشار أي ينشر بالمنشار من مفرق رأسه حتى يفرق بين رجليه، شق نصفين من مفرق الرأس حتى يفرق بين رجليه. ثم يمشي الدجال بين القطعتين، يا الله فتن والله العظيم، اللهم نجينا يا رب. ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم، فيستوي قائما. ثم يقول له الدجال أتؤمن بي؟ فيقول له المؤمن ما ازددت فيك إلا بصيرة، إنك الدجال، ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني أنت الدجال. النبي قال لنا كده عليه الصلاة والسلام. ثم يلتفت المؤمن إلى الناس، هنيئا لهذا المؤمن. ثم يلتفت المؤمن إلى الناس فيقول، شوف النبي يعني بيتكلم وكأن الله قد كشف له الحجب فرأى، حدث عليه الصلاة والسلام بما سيكون. قال ثم يلتفت المؤمن إلى الناس فيقول يا أيها الناس، خلي بالك، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس ذلك، هو مأذون له في أنا بس. يا الله، مش هيقدر يعمل المسألة دي في أي حد تاني. أنا بقول طب ما لو الراجل ده رب فعلا، لو هو رب بقول أنا ربكم، يعني كان أولى أن يذهب عيب نفسه فيذهب مسح عينيه، أعور، كان يعيد لعينه الأخرى جمالها وزينتها لو أنه رب بيفعل كل ده. إنما ده من باب الفتن، ده مأذن له في هذا الرجل فقط المؤمن الصادق من باب الفتنة ليثبت المؤمن الصادق. قال أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس ذلك، ما تخافوش. فيأخذه الدجال ليذبحه، النبي يقول إيه؟ فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع الدجال إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف، فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار، النبي يقول كده، وإنما ألقي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله، اسمع عشان تعرف، قال رسول الله هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين.